حضرتك من المغرب. تمام. الكلام ده كان ايام الحكم العباسي. فطبعا الناس دي كانوا بيروحوا السعوديه سائرين على الاقدام او معاهم جمال زمان ايام الحكم العباسي. فهو الشيخ محمد الدكرور راح ادى الرحله وجه. فطبعا كان معاه ابنه ده. خدت بال حضرتك؟ بعد ما ادوا الفريضه وجم ده الشيخ محمد الدكرور توفى. هو خد القافله وراح على المغرب وجاب وفد تاني راح ادى الفريضه وجه وهو جاي في الرحله. راح على المغرب عمل ايه؟ وهناك ودى الوفد كان معاه الحجاج. وصل الحجاج هناك. وصل الحجاج. ورجع. سبحان الله. يعني برضه المغرب زي سيدنا الغريب. الله ينور على حضرتك. برضه جاب وفد تاني. جاب وفد تاني من المغرب. لان هم طبعا الرحله كانت عندهم كانت بتستغرق 6 شهور. خدت بالك؟ فطبعا راح جاب وفد تاني وجه عشان يطلعوا الحج. عشان يطلعوا الحج. وصل هنا قعد مع في المكان اللي مدفون ابوه شويه كده وراح ادى الفريضه وجه وهم جايين راجعين توفى ابنه بقى في نفس المكان. توفى هو ولا ابنه؟ ابنه هو اللي توفى. ما هو اللي توفى الاول ابن الشيخ محمد دكروني. اللي توفى الشيخ محمد دكروني. تمام. في العام اللي هو بعد منه بقى لما ابنه كمل المسيره وراح وجاب وفد تاني وداه السعوديه وحج. خدت بال حضرتك؟ وجه هنا في نفس المكان جه زار ابوه توفى جنب منه. خدت بال حضرتك؟ هو توفى في المكان ده؟ في نفس المكان الاثنين هو في قبرين. وسبحان الله ابنه اتوفى في نفس المكان. حضرتك اهو. خدت بال حضرتك؟ الكلام ده كان ايام الحكم العباسي. خديوي عباس ليه قصر هنا في 61. قول. خديوي عباس ليه هنا قصر في 61. خديوي عباس. ليه قصر في 61. فيقال ان هو طبعا شاف حاجه يعني زي نور هنا في نفس المكان. في المكان بالليل. فجه بيسحب في المكان فلقى الراجل متوفي هو وابنه. ده خديوي عباس بنفسه؟ خديوي عباس والحرس معاه. شافنا نور في المكان ده؟ نور في المكان ده. جاء لقى سيدنا محمد دكروني مدفون هنا. هو ابنه. فقال لك ده ناس خلاص مغاربه يعني مدفونين وخلاص عادي ما فيش اي مشكله. فيقال والله اعلم. الله اعلم. راح له في الرؤيا بقى تعالى قال له اعمل لي الضريح. اعمل لي الضريح. فجت عمل له بقى كان عباره عن قبه بس كده ما كانش فيه جامع ولا كان فيه حاجه يعني. راح عامل له الضريح واتعملت بقى عليه القبه والكلام ده. كان فينا بقى واحد بيجيب جاز من القاهره وديه من السويس وديه القاهره اسمه الحاج رجب العسال. حاج رجب العسال. اللي هو صاحب الريست اساسا. صاحب ايه؟ الريست. صاحب الريست ده. صاحب الريست ده كله. فطبعا يعني جه هنا بقى قعد بقى خدم الراجل ده وجه الخديوي عباس ملك له هنا تقريبا حوالي 450 متر. 4500 متر. يعني فدانه شويه. وقعد بقى هنا عمل كافتيريا زمان. ايوه ما انا فاكر الكافتيريا بتاعت زمان دي والزياره الكبيره اللي هم الجماعه الطليان بقى بنوا له بقى الكافتيريا وعملوا كم حمام حريم ورجال ايوه فتورثت بقى الاجيال لحد ما الراجل توفى وابنه توفى فجم باعوها بقى الواحد هنا عمر الرئيس في المكان ده. ولذلك ان الشيخ دكرور ده كان بيتعمل له موالد زمان. ايوه وكان بيجي له وما زال لحد دلوقتي في يوم المولد بتاعه بتتعلق انوار وانا جاي من طريق مصر اشوف الانوار معلقه ومهيصه. بشوفها. هو تقريبا المولد بتاعه بيتعمل في شهر شعبان ان شاء الله. فطبعا يعني توارثت الاجيال والكافتيريا القديمه اتباعت وجه واحد خد الريست ده وعمره والحمد لله ودخلنا له ميه لا ما هو دلوقتي ما غير زمان ما كانش فيه ميه ولا فيه اي حاجه. يعني ولذلك كان هنا الجماعه واحده اسمها ام غريب كانت بتجيب الفراشه ويعملوا لهم مولد هنا وبتاع والله. والله. يعني هو اصلا كانت شغلته ان هو بياخد الحاجات من المغرب يوديهم الحجاز بالظبط كده يتولى الرحله ويقال ان هو كان ساري جدا في بلده ويجيبهم بس كان زاهد في الدين يعني. طب هو اصله ايه ما تعرفش؟ هو مغربي اساسا اصلا مغربي من مدينه فاس بالمغرب. مدينه فاس بالمغرب تقريبا يعني مغربي زي سيدنا الغريب. الله ينور عليك بالظبط كده. هذا القصه كلها المشهوره يعني مش سويسي هو. لا مش سويسي لا. ده القصه اللي احنا سمعناها يعني احنا طبعا ما عصرناش كان بيجيبهم بقى المغرب عشان يمشي بيهم ويرجعهم تاني بالظبط كده. فتوفى في الحته دي. كانت بتستغرق رحله تقريبا حوالي 6 شهور وكان فينا تقريبا الزياره وبتاع زمان. يعني عملوا زي ريست بيستريحوا فيه يستريحوا ومن الصبح يتكلوا على الله يروحوا يمشوا لحد ما السعوديه يأدوا الفريضه ويرجعوا نفس المكان يعني. توفى في الحته دي. سبحان الله. ابنه كمل المشوار بعد منه اتوفى جنبه هنا. لما جينا هنا شفنا ناس شفنا كروت للشيخ النخشبندي بتاع طبعا معروف الشيخ النكشبندي طبعا. وكان بيحيوا له الكبار اللي ذاعوا تلفزيون. لكن هو من اولياء الله. قصدي لا مش كده قصدي هو من اهل البيت. الله اعلم بقى يعني ما تعرفش. لا ما اعرفش يعني سيدنا الغريب احنا عارفين انه من اهل البيت. لكن ده ما نعرفش. ده القصه المشهوره اللي هي مشهوره اللي احنا سمعناها من الناس اللي هي اتورثت. اللي احنا سمعناها من الناس يعني. بس هو يعني المكان حلو يعني طبعا مريح نفسيا. امال ايه؟ ويكفي بس ان احنا الحمد لله بفضل الله
بجهود الناس الطيبين دخلنا له شويه ميه حلوين جدا جدا جدا. لا ما كانش زمان في ميه، ما كانش في ميه. امسك دي كده ثواني. بالك هاتها عليا بس، يعني ان انا بان بس حاجه كده ايه للتاريخ وللذكرى. ايوه بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضره النبي. قالوا الفتحه بقى. اللهم صل على النبي، جزاك الله خير. شاكرين جدا.